السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض بطة مشوية من غير شواية. تعالوا نشوف عملناها ازاي. معايا البطة هنا حطيتها في محلول النقع، مية، ملح، سكر، حبهان، لورا، قرنفل، فلفل اسود، حصى، ممكن نحط قشر برتقان، شرايح ليمون، اي حاجة احنا حابين تسحب الزفارة من البطة بتاعتنا وتديها نكهة وريحة جميلة. وبعدين غسلنا البطة بتاعتنا وسبناها في المصفى، وهنعمل التتبيلة بتاعة البطة. 3 معالق زيت زيتون، وممكن تستبدلوه بزيت نباتي. نص معلقة من الصويا صوص، بس عشان انا استخدمت صويا صوص دارك. لو هتستخدموا صويا صوص فاتحة استخدموا معلقة كاملة. وخدت معلقة من دبس الرمان. معايا برتقانة، هاخد البشر بتاع البرتقانة بتاعتي، لكن هبشره من الناحية اللي بنبشر عليها الثوم، لان احنا عايزين بشر البرتقان يبقى ناعم. ومعايا نص معلقة من بهارات الفراخ، معلقة مطحونة من الزعتر، معلقة من الكزبرة الجافة المطحونة، ومعلقة من البصل البودرة، معلقة من الثوم البودرة، نص معلقة من الفلفل الاسود المطحون، معلقة ونص من الملح او معلقتين او حسب الرغبة، ومعلقة من الكمون، ونص معلقة من الشطة، او ممكن تزودوا او تقللوا او تشيلوه خالص، ومعلقة من البابريكا. هنخلط المكونات كويس لغاية ما نحس ان الملح بتاعنا داب وكل التوابل امتزجت مع بعضها. وهنجيب البطة بتاعتنا وهنغلفها كويس بالتتبيلة من بره ومن جوه ومن كل الجهات. ودلوقتي احنا محضرين صاج ولفينه بورق فويل، جايبين معانا الشبكة اللي هنسوي عليها البطة بتاعتنا. وفي الصاج بتاعنا هنضيف بعض المنكهات، لكن انا بثبت البطة بثبت اطرافها بخلة. لو ما فيش خلة نلف البطة كلها بخيط. ودلوقتي هضيف في الصاج بتاعي بصل، ورق لورا، حبهان، قرنفل، وممكن برضو نضيف شرايح ليمون او قشر برتقان او عود قرفة او اي مطيبات احنا بنحب ريحتها ونكهتها في الاكل. وهضيف كوبايتين من المية علشان اثناء سوى البطة تفضل محتفظة بالسوائل جوه اللحمة بتاعتها، وتفضل لحم البطة طري وما ينشفش مننا في الفرن. وهحط الشبكة بتاعتي واثبتها كويس، وهرفع البطة بتاعتي على الشبكة. والتتبيلة اللي في الصينية هننزل بيها على البطة. احنا مش هنسيب اي حاجة من التتبيلة، احنا هنستخدم كل حاجة في التتبيلة بتاعتنا. وهجيب ورقة زبدة والف بيها البطة لفة كويسة علشان اما تستوي معايا تحتفظ بالحرارة وتستوي معايا بسرعة. بعدين هقفل الصينية بتاعتي بورق فويل، لكن هقفله كويس، فحطيت من كل جهة ورقة فويل، وبعدين حطيت التالتة في النص علشان تقفلي الصاج نهائيا. دلوقتي هاخد الصينية بتاعتي احطها في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200، وهسيب البطة بتاعتنا اول ساعة. وبعد اول ساعة هنبدأ نكشف الغطا عنها ونشوفها لغاية ما توصل معانا للسوى المطلوب وتبقى بالشكل ده. شايفين اللحمة بتاعتها طرية ازاي؟ ولو البطة ما خدتش اللون ده معانا بعد ما نكشف الغطا عنها، ممكن اننا نشغل عليها الشواية لغاية ما تاخد اللون اللي يرضينا. شايفين البطة طرية جدا ومستوية جدا وما خدتش وقت في الفرن. وعملنا معاها شوية رز ولسان عصفور وطاجن بطاطس فلاحي. كان أكلة جميلة جدا وحلوة قوي، وبصراحة كانت سريعة اثناء سوى البط. احنا عملنا بقية الاكل وما خدش وقت مننا. خلص فيديو النهاردة واتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم استنى تعملوا شير ولايك للفيديو وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد.